السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحة جيدة يا رب. وصفتنا تاع اليوم اللي راح نديروها ان شاء الله راح تكون ميني كنافة ولا ميني قطايف. راح نديرها بطريقة جد سهلة واقتصادية في الحشو تاعها. الحشو تاعها اللي راح يكون بزاف بنين، راح نديروه بالكاوكاو وحلوة ترك. هذا الميلونج راح يعطينا بنة من اروع ما يكون. ان شاء الله راح تشوفوا هذا الفيديو وتجربوها لانه تستحق انكم تجربوها وانتي بزاف بنينة. نبداو على بركة الله في المقادير وشوفوا طريقة التحضير. اول حاجه راح نبداو بها اللي هي الحشو. هنا قلت لكم الحشو بزاف بنين واقتصادي. اهم حاجه هنا درت 2 كيلات نتاع كاوكاو، كنت حمصته ورحيته. راح نزيد لهم نص كيله نتاع حلوة الترك، وراح ندير نص مغرف كبيره تاع لافاني. نخلطهم كيما راك تشوفوا مليح مع بعض. تقدروا هنايا حلوة الترك تحوها في الاشواخ باش تتخلط معاكم بها. هنا رايحين نخلطوها بهالطريقه. من بعد راح نزيد لها هنا تقريبا واحد 2 حتى 3 مغارف كبار نتاع زبده تكون ذايبه وبارده. وراح نجمعوا الخليط تاعنا بمزهر كيما راك تشوفوا. انا درت مزهر مع ليكستري تاع مزهر باش تعطيني هذيك الريحه نتاع مزهر. نخلطوهم مليح كيما راك تشوفوا حتى نطموا لافاغ تاعنا ما تكونش يعني حكمه روحها بزاف بزاف، ما تكونش طريه خلاص. نخلوها على جهه. من جهه نروح نوجدوا هنايا القطايف. كيما راك تشوفوا انا استعملت هاد القطايف تركيه. وريت لكم 2 انواع تقدروا تستعملوا هذه ولا هذيك، يعني كيما بغيتوا النوعيه اللي عندكم رايحين ديروها. هنا رايحين نجيبوا غيسيبيون ورايحين نفرغوا فيه هذيك القطايف تاعنا ولا الكنافه، ونبداو نحلوا فيها، يعني نقطعوها شويه هكا كيما راك تشوفوا، نفتفتوها مليح بهالطريقه. تقدروا حتى انكم ترحيوها في الاشواخ، مي ما ترحيوهاش كامل غير بيدكم. بما انه راهي طريه غير بيدي برك خرجتها مسبقا من الثلاجه، يعني من قبل ما نبدا بها، وبديت نفتفت فيها. هنا راح نزيد لها مغرف كبيره تاع لافاني، وراح ندير لها نص مغرف كبيره نتاع سكر غلاس. تقدروا هنا تستغناو على سكر غلاس كيما بغيتو، مي انا راح نديرو. هنا درت مغرف كبيره تاع لافاني، نص مغرف نتاع سكر غلاس باش يعطيني هذاك اللون شباب للقطايف تاعنا. وهنا درت خليط بين الزبده والسمن، كنت ذوبتهم يعني ذوبوهم مليح حتى يبردوا. من بعد باش نبداو نشمخو في القطايف بهذه الطريقه، نشمخوهم مليح مليح، يعني نديرو ونقلبو حتى نشوفو باللي القطايف تاعنا كامل تشربت بهذاك السمن والزبده. من بعدها في الاخر خلاص نزيدو شويه تاع مزهر بهالطريقه كيما راك تشوفوا، ونبداو نقلبو فيها. من بعد هنا نجيبو ليمون تاعنا اللي رايحين نطيبو فيهم القطايف تاعنا. شوفوا انا درت هذوما ليمون اللي يكونوا شويه صغار. نتوما تقدروا ديروها سنيوه كبيره، تقدروا ديروها في حجم كبر من هذا، تقدروا ديروا قل من هذا، هذوك تاع لي تختولات ولا كيما بغيتو. هنا راح ندير كميه مليحه في القاعده، نحاول اني نسوي الاطراف كيما راك تشوفوا، نضغط عليها بالشكل هذا في الوسط. لازم الوسط هذاك نخليوه فارغ ونعمروه بهذيك لافاغس كيما راك تشوفوا. ديروا كميه مليحه نتاع لافاغس بهذا الشكل. من بعد نزيد نغطي عليها. هنا كي نغطيو عليها كامل، هنايا رايحين نبلاطيوها، يعني رايحين نضغطوا عليها نزيروها باش تشد لنا لا فورم تاع المول كيما راك تشوفوا. نحيو هذاك الزائد على الاطراف بهالطريقه. يعني هاد الحلوه بزاف بزاف سهله، يعني تقدروا تسربوها في مناسباتكم، في افراحكم، في سهره، يعني حاجه معسله مع لاتاي من اروع ما يكون. تجيب بزاف بزاف بنينه، سيرتو انها بدون مكسرات، يعني الداخل اقتصاديه غير بالكاوكاو وحلوه الترك. هنا بعد اللي كملتهم كامل هذاك الخليط تاع الزبده والسمن اللي كان بقى لي، راح نشربها بهذه الطريقه في من الفوق هكا في الوجه تاعها، وندخلها للفرن. نكونوا شعلناه من قبل على 180 درجه، نخليوها حتى تطيب. نشوفوها بلي حمرت معنا في الاطراف، نطفيو لها ونشعلوا لها حتى تتحمر معنا من الفوق. من جهه هنا راهي تطيب معايا. هنا رايحين نوجدوا التزيين. انا راح ندير تزيين تاع المكسرات، يعني كل وحده ومقدورها. تقدروا تقدموها كيما راهي، ماشي شرط انكم ديروا بالمكسرات. هنا واش راح ندير للعقده هذه تاع المكسرات. درت العسل، درت لهم خليط تاع زبده وشويه تاع سمن هذاك اللي كان بقى لي بيان سور، وراح نديرهم فوق النار حتى يرفدوا الغليه باش هكا يدوا لي هذاك اللون. او مونطو كي نديرهم من بعدها في التزيين يبقاو حاكمين روحهم. هنا بالنسبه للشربات انا خدمتها، درت 2 كيسان تاع سكر مع 2 كيسان ونص نتاع ماء، حطيتهم فوق النار بداو يغلو حتى وين بداو يديروا في النبابل. يعني بعد الغليان تقريبا واحد 10 دقائق ولا اكثر، كي تشوفوا النبابل تاع الشربات بداو يولوا نبابل كبار، ثم راح نطفيو عليها
قبل ما تطفيو عليها زيدوا لها شويه تاع مزهر ونطفيو عليها تغلي شويه ونطفيو ونخليوها تبرد. لازم الشربات تاعنا تكون ثقيله. واللي ما تحبش تخدم بالشربات يعني مباشره انها تشربهم بالعسل، والعسل تخفوه بشويه برك تاع مزهر باش هكا ما تنحيوش القرمشه تاع القطايف. كيما راك تشوفوا هنا القطايف بعد لي طابو تاعنا كيما راك تشوفوا جو ما شاء الله يتنحوا معنا فاسيلمون. تو هذيك التحميره اللي كنت حبتها وراح هما سخونين بعد ما ديموليتهم شتو تنحاو معنا بكل سهوله. درت لهم هذيك الشربات خليتهم تشربوا مليح. من بعد اللي تشربوا بيان درت لهم كل وحده درت لها مغرف تاع العسل كيما راك تشوفوا بهذه الطريقه. هنا وعلاش درت انا شربات باش ما تجينيش الحلاوه تاعها تقهم بزاف. يعني اللي يرفد حبة راح يكملها ماشي تقهم الحلاوة تاعها. كيما راك تشوفوا هنا راح نزين بهذاك الخليط تاع المكسرات اللي كنت حمصتهم درت لهم هذاك الشحر تاع العسل والزبده. انتم هنا تزين ديما واش حبيتو كل وحده كيفاش تحب تزين. تقدروا تزينوا بحلوه الترك ولا تزينوا بحبيبه تاع جوز ولا فو بيستاش واش حبيتو، ولا ديروا كيما درت انا بهالطريقه بالمكسرات يعني ماشي حاجه غير شويه شويه وديروا بهذه الطريقه راح تجيكم بزاف بزاف بنينه. هاد لاغوزات ان شاء الله راحين تجربوها وتعجبكم. كيما شفتوا هنايا كنت شربتها انايا بالشربات ما تخافوهاش لانه الشربات راح تعطيها بنه وما تخليهاش يعني هذيك الحلاوه اللي تجي قاطعه خلاص تقهم ما نقدروش نكملوا الحلوه تاعنا. كيما شفتوا الشربات انا خدمتها ثقيله وخليتها بردت مليح مليح. والقطايف تاعنا وهما سخونين كنت شربتهم تشربوا على خاطرهم. واللي ما تحبش تخدم بالشربات عادي كيما قلت لكم تقدروا ديروها بالعسيله تخفوها غير بشويه تاع مزهر تدفيوها خفيف برك تخليوها تبرد بيان. من بعد تشربوا بها القطايف تاعكم ولا الكنافه تاعكم كيما بغيتو. والتزيين ديما اختياري كل وحده واش تحب تزين. انا كنت زينتهم بالمكسرات وزدت لهم لا فايدة. وهاد القطايف الحاجة المليحة فيها انها تطول ويعني كي تكون عندكم مناسبة ولا تقدروا تخدموها من قبل تشربوها بهذيك الشربات تخليوها حتى وقت اللي تجو تسربيوها باش عاد تزيدوا لها ديك المغرف نتاع العسل وتقدموها لضيفكم ان شاء الله ولا في افراحكم ولا في مناسباتكم. تتماشى بزاف مع لاتاي من اروع المعسلات بنينة واقتصادية. كما تقدروا تاني انكم تبدلوا الشكل تاع الليمون تقدروا تكبروهم ولا ديروهم اقل من هذا الحجم يعني ديروهم صغار. كانت هذه الوصفه ان شاء الله تعجبكم. في وصفه اخرى سلام.